لو مت حكم آل رومانوف هينتهي خلال سنتين. دي النبوءة أو اللعنة اللي أنهينا بيها الحلقة اللي فاتت على لسان راسبوتين. والجملة دي ما كانتش مجرد تهديد، دي كانت إعلان لنهاية دموية مغامضة لسلالة حكمت الإمبراطورية الروسية 300 سنة. النهاردة هنفتح واحد من أغمض الملفات في التاريخ، وهو لغز قتل عائلة آل رومانوف. فيلا بينا نبدأ الحكاية. أهلا بيكم في فيديو جديد من خان الراوي. هنكمل النهاردة مع الحلقة الثانية من سلسلة آل رومانوف، دم غموض وسقوط إمبراطورية، وهنركز على أحداث سقوط عائلة رومانوف بعد موت راسبوتين والغموض المحيط بيها. عشان نفهم النهاية لازم نرجع لبداية حكم القيصر الأخير نيكولاس الثاني. أحداث كتير من اللي حصلت دي اتعرفت عن طريق مذكرات الإمبراطور نيكولاس بنفسه، واللي بدأ يكتبها وهو عنده 14 سنة. أبوه القيصر ألكسندر الثالث ما كانش شايف إن ابنه مستعد لمسؤولية الإمبراطورية، وكان بيقول عليه إن نيكولاس ولد كويس ولكن بقلب شاعر مش حاكم، في إشارة صريحة إنه بيفتقد للشخصية الحازمة والعقلانية اللي محتاجها الحاكم. ألكسندر كان فاكر إن هو قدامه وقت طويل عشان يجهز ابنه للمسؤولية دي، على اعتبار إن هو نفسه سنه كان صغير، ولكن القدر كان ليه رأي تاني. فجأة صحة الإمبراطور بتتدهور وبيموت وهو عنده 49 سنة بس، وبيرمي مسؤولية الإمبراطورية كلها على كتاف ابنه اللي عنده 26 سنة وقتها. نيكولاس لقى نفسه فجأة قيصر روسيا. صدمة هزت كيانه كله، وحس إن هو لوحده في مواجهة مسؤولية أكبر منه بكتير. ولأنه عارف نقطة ضعفه اعتمد لفترة طويلة على خبرة والدته الإمبراطورة ماريا وأعمامه في إدارة الحكم، وده خلاه دايما مشتت بين آرائهم. لكن التأثير الأكبر والأهم على قراراته كان جاي من حب حياته، الأميرة أليكس، أو اللي اتسمت بعد الجواز بالإمبراطورة ألكسندرا فيودروفنا. نيكولاس كان اتقدم للأميرة أليكس قبل وفاة والده بفترة قصيرة، وبعد موت الإمبراطور الأب أصر إن هو يستعجل الجواز. هو مش بس كان معجب بيها، ولكنه كان شايف في شخصيتها القوية اللي يكمله ويسنده في حكمه. وفي خطوة كسرت كل التقاليد إن الحداد يكون على الأقل 6 شهور، اتجوزها بعد وفاة أبوه بأقل من شهر واحد. في النهاية هو بقى الإمبراطور وأوامره مطاعة. الجوازة دي كانت بداية الصراع. ألكسندرا وعلى الرغم من حب نيكولاس الشديد ليها ما كانتش محبوبة لا من الشعب ولا من البلاط الإمبراطوري، وده نابع من كونها كانت انطوائية وغير اجتماعية تماما، وكانت التصرفات دي بتفسر إن هي بتظهر الغرور، وده كان على عكس الإمبراطورة الأم ماريا تماما. ماريا كانت اجتماعية وفي نفس الوقت قوية جدا، عشان كده كانت شايفة ان مرات ابنها دي لا تعرف تقاليد الحكم ولا هي تستحق مكانتها، وان تأثيرها على قرارات نيكولاس هيضر الامبراطورية والعيلة المالكة. على المستوى الشخصي نيكولاس والكسندرا كانوا بيعيشوا حياة عائلية سعيدة مع بناتهم الأربعة، أولجا وتاتيانا وماريا وأناستازيا وابنهم ولي العهد أليكسي، واللي كنا حكينا بالتفصيل معاناته مع مرض الهيموفيليا الحلقة اللي فاتت، والمرض ده اللي فتح الباب لراسبوتين انه يدخل حياتهم. ولو لسه ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت فروح اتفرج عليها بسرعة عشان تعرف تكمل معانا باقي الحكاية، وانا مستنيك هنا. وفي النص ما تنساش تدوس على زرار سبسكرايب. لكن على مستوى الحكم الكوارث كانت بتقرب. في الوقت اللي الامبراطورة كانت غرقانة في دموعها وقلقها على ابنها العيان، كانت الامبراطورية نفسها بتنزف. نيكولاس قرر انه يوسع نفوذ روسيا بالسيطرة على عدد من المواني، فدخل في حرب غير مدروسة مع القوة الصاعدة الجديدة اليابان. نيكولاس ومعاه باقي قادة اوروبا كانوا بيبصوا للخصم الاسيوي باستصغار، وشايفين انها حرب صغيرة وهتعدي بسرعة وهنكسبها، وهنولع الحماس الوطني ونهدي الاصوات الغاضبة اللي كانت بتعلى جوه البلد. بس الحقيقة كانت ألم جامد على وشهم. سنة 1904 وبدون إعلان حرب رسمي، الأسطول الياباني هجم بشكل مفاجئ على الأسطول الروسي اللي كان متمركز في ميناء بورت آرثر.
والنتيجة هزيمة مذلة لروسيا. الهزيمة دي فجرت غضب الشعب، وقامت بعدها الثورة الروسية الأولى سنة 1905، ودي كانت مجرد بروفا للنهاية اللي هتحصل بعدها ب 12 سنة. الهزيمة من الخصم الآسيوي مش بس فضحت ضعف الإمبراطورية العسكري، ولكن قطعت آخر خيط ثقة بين نيكولاس والشعب، وأثبتت إن عرش عيلة رومانوف بقى واقف على أساسات ضعيفة، وإن الأشباح اللي كانت متمثلة على شكل راسبوتين والثورة بدأت تخبط على بيبان القصر. السنين اللي بعد كده كانت هي الهدوء اللي بيسبق العاصفة. الثورة صحيح انتهت، ولكنها سابت شرخ عميق في هيبة القيصر وثقة الشعب فيه، وفي الفراغ ده كان واحد بس هو اللي نفوذه بيكبر بشكل سرطاني: راسبوتين. ومع كل أزمة صحية كانت بتيجي للأمير الصغير أليكسي، راسبوتين كان بيثبت إن هو المنقذ الوحيد، فسيطرته على الإمبراطورة ألكسندرا بقت سيطرة كاملة. ونيكولاس نفسه كان تايه، محبوس بين نصايح أمه وأعمامه اللي كانوا بيحذروه من راسبوتين، وبين إصرار مراته اللي كانت شايفة إن راسبوتين هو الوحيد اللي بيحمي ابنهم. روسيا كانت بتغلي من جوه، والقيصر معزول في قصره مش شايف الخطر اللي بيقرب، لحد ما جت سنة 1914. سنة 1914 الحرب العالمية الأولى بتقوم، ونيكولاس بياخد واحد من أسوأ قرارات حياته. بيقرر إنه يروح يقود الجنود بنفسه على الجبهة. يمكن كان بيحاول يهرب من الصراعات اللي في القصر، أو يمكن كان بيحاول إنه يثبت قدام نفسه قبل أي حد إنه قد المسؤولية. والمصيبة إنه ساب الحكم لمين؟ لمراته الإمبراطورة ألكسندرا، وطبعا اللي كان بيحكم من ورا الستار هو راسبوتين. الشعب طبعا في الوقت ده كان في غضب شديد، لأن كان في تفصيلة صغيرة كده محدش واخد باله منها. ألكسندرا زي ما هي حفيدة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا، أبوها يبقى دوق ألماني. فتخيل معايا المشهد كده، روسيا بتحارب ألمانيا في حرب طاحنة، واللي قاعدة على كرسي العرش إمبراطورة ألمانية الأصل. الشعب والنبلاء وحتى والدة نيكولاس ماريا اتهموا ألكسندرا علنا إن هي جاسوسة وبتنقل أخبار البلد لأهلها في ألمانيا. والشك ده زاد بعد قرارات راسبوتين الكارثية اللي كانت بتنفذها ألكسندرا بدون نقاش. لك أن تتخيل إن في سنة واحدة غيرت فوق 14 وزير ورئيس وزراء، والمعيار كان بسيط: اللي بيعلن إن هو رافض وجود راسبوتين كان بيتشال. راسبوتين وصل بالجبروت إنه كان بيبعت أوامر للجيش ونيكولاس على الجبهة على أساس إنها رؤى إلهية ووجبة التنفيذ، ولكن القشة التي قسمت ظهر البعير كانت قراره بعزل وزير الحربية في عز الحرب. فكل ده أكد للناس إن ألكسندرا دي ما هي إلا جاسوسة عايزة تهد بلدهم. لما نيكولاس رجع للبلد، أمه حذرته للمرة الأخيرة إنه عرشه في خطر، وكمان الإمبراطورية كلها في خطر، ولازم يبعد راسبوتين. ولكنه رفض رفض شديد جدا، أولا بسبب خوفه على ابنه أليكسي، وثانيا بسبب سيطرة ألكسندر عليه. فيقال إن خطة اغتيال راسبوتين اللي نفذها الأمير فيليكس يوسوبوف خدت الموافقة والمباركة من الإمبراطورية الأم ماريا، وإنها كانت حاطة خطة بديلة في حالة فشل القضاء على راسبوتين، بإنها هتعزل ابنها الإمبراطور بنفسها حفاظا على العرش والإمبراطورية. فهي ما قتلتش راسبوتين بنفسها، ولكنها عمرت السلاح اللي اتضرب بيه. لكن موت راسبوتين ما جابش الهدوء، بالعكس بعد 4 شهور بس كلامه اتحقق، وقامت الثورة الروسية الثانية، واللي أجبرت نيكولاس عن التنازل عن عرشه، واتحط هو وعيلته تحت الإقامة الجبرية في قصرهم. ولكن البلد مسكتها حكومة مؤقتة هشة، عشان بعد 7 شهور بس من الفوضى تقوم الثورة البلشفية بقيادة فلاديمير لينين. والبلشفية كلمة بتعني الأغلبية، فهم كانوا الأغلبية في البرلمان، ولكنهم كانوا بيؤمنوا بالحل بالعنف، وكونوا جيش خاص بيهم سموه الجيش الأحمر. وهنا القصة خدت منحنى تاني خالص، منحنى شخصي ودموي بشدة. لينين ما كانش عايز الحكم وبس، هو كان عنده طار قديم وعايز ينفذه. شبح أخوه الكبير ألكسندر، واللي كان بيشوفه كمثله الأعلى، واللي تعدم في محاولة اغتيال أبو نيكولاس كان بيطارده. ورغم إن أخوه كان اعترف بالفعل بجريمته، ولكن لينين كان شايف الوضع بشكل مختلف، ولقى إن دي اللحظة المناسبة إنه ياخد بطاره من
عائلة رومانوف المتمثلة في نيكولاس وولاده. أول قرار خده لينين كان نقل العيلة المالكة من قصرهم لسجن غير رسمي، وهو بيت التاجر إيباتيف في مدينة يكترينبورغ، البيت اللي هيتحول اسمه بعد كده لبيت المهام الخاصة. وفي فجر يوم 17 يوليو سنة 1918 دقت ساعة الصفر، وبالفعل في الوقت ده كان في فرقة من الجيش الأبيض المناهض لفكرة الشيوعية اللي بيتزعمها لينين كانت على وشك اقتحام المدينة وتحرير عائلة رومانوف السجينة. فده خلى لينين يسرع من الخطة ويدي القرار الحاسم: تخلصوا منهم جميعا. في نص الليل الحراس صحوا أفراد العيلة وقالوا لهم ينزلوا البدروم بحجة إن في شغف في الشوارع وإن ده مكان آمن ليهم. فنزلوا معاهم في صمت، ونيكولاس كان شايل ابنه أليكس المريض. وأول ما نزلوا في الغرفة الرطبة الضلمة دي، نيكولاس طلب كرسيين يقعد عليه ابنه ومراته. القائد في الوقت ده ياكوف يوروفسكي أمر الجنود إن هم يجيبوا الكراسي، وطلب منهم يقفوا جنب بعض بحجة كاذبة إنه هياخد لهم صورة جماعية عشان يطمن أنصارهم عليهم. وفجأة دخلت فرقة الإعدام، وببرود أشبه ببرود الجليد طلع يوروفسكي ورقة من جيبه وقرأ منها بصوت عالي: إن أقاربكم مستمرون في الهجوم على روسيا السوفيتية، فقررت اللجنة التنفيذية لمنطقة الأورال إعدامكم. ونيكولاس مش مصدق نفسه، بيتدور كده وبيبص لعيلته النظرة الأخيرة، وقبل ما يلحق يقول كلمة واحدة كان يوروفسكي مطلع مسدسه وأطلق عليه النار على صدره مباشرة، فمات فورا. وفي اللحظة دي الجحيم فتح أبوابه، والجنود بدأوا يطلقوا أمطار من الرصاص بشكل هستيري وعشوائي على كل اللي موجودين. البدروم الصغير اتملى بالدخان والصريخ وريحة البارود، ولكن الرعب الحقيقي كان لسه ما بدأش. الجنود لاحظوا حاجة وبدأوا يبصوا لبعض كده في رعب. الرصاص اللي بيطلقوه كان بيرتد عن أجساد الأميرات كأنهم محميين بقوة خارقة، ولكن السبب كان أبسط وأكثر مأساوية. الإمبراطورة وبناتها الأميرات كانوا خيطوا كل واحدة في ملابسها من جوه ألماظ وذهب بما يعادل 1.5 كيلو لكل واحدة، على أمل إن ده يساعدهم في حالة إن هم نجحوا في الهروب. فالألماظ ده قام بدور واقي الرصاص. بعد ما الدخان هدي اكتشفوا إن في منهم لسه عايشين وبيتألموا، والأميرات كانت كوموا في ركن في الأوضة وبيصرخوا من الرعب. وبمنتهى القسوة الجنود هجموا عليهم بالحراب وبسمك البنادق عشان يخلصوا المهمة. بعدها الجنود خدوا الجثث لمنجم مهجور وحاولوا إن هم يحرقوهم ويشوهوهم بالأحماض عشان يطمسوا كل الأدلة، ولكن مع طلوع الشمس اكتشفوا إن إتمام المهمة دي هيكون شبه مستحيل، فخدوا الجثث والعظام اللي باقية ودفنوهم في الغابة. تاني يوم البلاشفة أعلنوا كذبا إن هم قتلوا نيكولاس بس، إنما مراته وولاده تم نقلهم لمكان آمن. السبب ورا الكذبة دي إن قتلهم لأطفال ونساء بالوحشية دي هيخليهم في عيون العالم كله وحوش. وتاني سبب إن ألكسندرا كان ليها أصول ملكية من إنجلترا وألمانيا، ولينين ما كانش عايز يثير غضبهم في الوقت ده. تفاصيل كتير من اللي اتعرفت عن اليوم ده اتعرفت عن طريق مذكرة يوروفسكي نفسه اللي كتبها، بيحكي فيها أحداث الليلة دي، وبعد سنين ابنه ادى نسخة منها للباحثين. وبكده الليل ابتلع سر عائلة رومانوف، وعلى مدار سنين شائعات وأساطير كتير طلعت عن مصير العائلة دي. ولكن هل الحقيقة ممكن تندفن للأبد؟ بعد 70 سنة وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي في التسعينات اكتشفت مقبرة جماعية مهجورة في قلب الغابة، وهنا العلم قال كلمته. وبتحليل الدي ان ايه ومقارنته بقرايبهم اللي لسه عايشين زي الامير فليب جوز الملكة اليزابيث اتأكدوا ان دول هم الرومانوف. والعظم بدأ يحكي اسرار الليلة دي، والادلة اثبتت محاولات حرق الجثث وطمس الادلة عشان تتقفل صفحة واحدة من اكثر الاحداث اثارة وغموض في التاريخ. ولكن هل دي كانت اخر صفحة في كتاب اسرار عائلة رومانوف؟ في وسط كل الدم والغموض ده فضل سؤال واحد معلق: هل كلهم ماتوا الليلة دي، ولا في حد منهم ممكن يكون نجا وقدر يكمل حياته؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الأخيرة من سلسلة الرومانوف. لو حلقة النهاردة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس
عشان توصل لكم الحلقة الأخيرة من السلسلة وكل الحلقات المثيرة اللي جاية. فلحد ما نتقابل المرة الجاية، سلام.